قررت أشارككم تجربة القلق الاجتماعي من وجهة نظري وإيه اللي ممكن يساعدكم تتخطوها بنسبة كبيرة. القلق الاجتماعي هو تسارع الأفكار بشكل كبير عند الشخص في المواقف الاجتماعية، بيحطه في حالة من الخوف والقلق الغير مبرر، وكأن موجة من التفكير ضربته فجأة. حالة القلق الاجتماعي المستمرة بيصاحبها مجموعة من السلوكيات اللي بتخلي وجودها ملازمك أكتر، زي إن عدم تقدير الذات بيخلي الشخص مركز مع اللي حواليه أكتر من نفسه، بالتالي بيزيد جانب البرفكشنزم عنده، زي إن غلط غلطة عادية في موقف اجتماعي وما تصرفش بأحسن شكل، فهنا بيبتدي يجلد ذاته وينتقدها بشكل عنيف ويوجه ليها كلام سلبي. أساس القلق الاجتماعي جاي من إننا عايزين نتشاف ونتحب زي ما احنا من نفسنا قبل غيرنا. الأعراض بتاعته مش شرط تكون بتحصل في كل المواقف ولا بنفس الدرجة، لأنها بتختلف من شخص للتاني. زي إني صاحية النهاردة عارفة إن عندي جامعة، بلبس وبظبط دنيتي وفي نفس الوقت بفكر في سيناريوهات اليوم هيمشي ازاي، هقابل مين وهقول ايه. نزلت الشارع كان زحمة شوية، حسيت الناس مركزة معايا وبدأت أتوتر. في طريقي للمواصلات لقيت واحدة صاحبتي بتنادي عليا من بعيد، طبعا ظهورها بالنسبة لي كان زي الخازوق لأنها ما كانتش ضمن التوقعات بتاعتي النهاردة. اتخذت كده شوية وبدأت دماغي تعلن إنها في حالة طوارئ جيم، سيل كبير من الأفكار مش عارفة أسيطر عليه ولا أوقفه، وبالتالي جات لي فكرة إن باين عليا إني متوترة، فده وترني أكتر. مش عارفة أسمعها بشكل كويس وعمالة أفكر لنفسي وليها في نفس الوقت، تعابير وشي مشدودة وعمالة أدعي يا رب الموقف يخلص وأرجع لحالتي الطبيعية. بعد ما خلصت معاها حسيت إنه أخيرا ارتحت، وفي نفس الوقت إن طاقتي استهلكت. بدأت أراجع الموقف سريعا عشان أحاول أفهم إيه اللي حصل. كنت مبسوطة إني شفتها، ولكن ما قدرتش أعبرلها عن مشاعري دي بسبب التفكير الزايد، ومن هنا فكرة تجيب فكرة وبدأت أجلد ذاتي. طول طريقي للجامعة كنت عمالة أفكر أنا ليه اتوترت بالشكل ده، على الرغم إن الموقف بسيط ومش مستاهل، وحسيت في نفس الوقت إن هي خدت بالها واتضايقت. على ما وصلت الجامعة وحضرت محاضراتي بشوية التركيز والطاقة اللي فاضلين، آخر اليوم حسيت إن أنا اتهلكت. وفي طريقي للبيت لحد النوم كنت عمالة أسأل نفسي أسئلة من نوع: هو أنا في حاجة غلط؟ طب إيه حل المشكلة دي؟ ليه الناس بتتصرف بطريقة عادية أو شايفاهم بيتصرفوا بكل سهولة وأنا محتاجة أعمل مجهود أكبر من كده؟ يا ترى ازاي ممكن تتخطاه تدريجيا بنسبة تخليك مرتاح أكتر؟ كل الخطوات الجاية مجربة بالفعل من ناس مرت بنفس التجربة. عايز تعالج مشكلة معينة، ابدأ بالأساس بتاعها، وأساس المشكلة هنا إننا نحب نفسنا ونسمع لها ونتقبلها تدريجيا، وهتقول لنا كل المفاتيح وكل الإرشادات اللي احنا محتاجينها. الأفكار الكتير اللي بتجيلك في الموقف الاجتماعي هي اللي بتعمل موجة المشاعر القوية دي، عشان كده بتحس نفسك مشدود طول الوقت. ممكن جدا ما تعرفش تحدد وقتها ايه الأفكار اللي كانت موجودة، لكن بعدها تقدر تهدى وتعرف ايه الأفكار دي بالظبط وتعالجها واحدة واحدة. نوت الموبايل من الحاجات اللي ممكن تستخدمها بعد كل موقف عشان تقدر تعرف ايه الأفكار اللي وترتك ساعتها. تخيل معايا انك شاركت حد من صحابك انك بيبان عليك التوتر قدام الناس وقالك ان ده مش صحيح، هيكون احساسك ايه؟ عشان كده المشاركة عظيمة جدا، لانها هتفهم الشخص اللي قدامك ايه اللي ممكن تكون بتمر بيه، زائد انه ممكن يقدم لك الدعم اللي انت محتاجه. دور الضحية بيأخرك وبيخليك ترمي اللوم على شخص او موقف، وانا معاك ان لحد وقت معين طبيعي انك تحس كده، ولو وسعت منك انتبه انك تكون امين مع نفسك وتتحمل مسؤولية تغيير الوضع. اعرف نقط قوتك ونقط ضعفك، ده هيخليك تشوف ايه اللي محتاج تنميه او تكتسبه من مهارات عشان تكون اقوى في مواجهته. عشان كده محتاج تركز على نقط قوتك اكتر من نقط ضعفك. عشان نحس بالسلام الداخلي أكتر لازم نعرف كويس إن في حاجات نقدر نتحكم فيها زي تصرفاتنا وكلامنا، لكن ما نقدرش نتحكم في أفكار الشخص اللي قدامنا ولا أفعاله. فنطمن إن إحنا علينا نفسنا بس، إن إحنا نراقب أفكارنا وسلوكياتنا ونعدل ونحسن منها. ممارسة الرياضة أو الجيم هيساعدك أكتر لأنها هتنظم الحالة المزاجية والقلق. في فرق بين الانسحاب والهروب. عادي جدا انك تنسحب من موقف مش قادر تتعامل معاه كليا دلوقتي، تدريجيا وواحدة واحدة هتقدر تتعامل في الموقف ده بأحسن شكل. محدش بيعمل حاجة صح من أول مرة. ممكن تحس في الفترة دي انك مركز مع الناس أو مهتم برأيهم، مع انك في الحقيقة ممكن ما تكونش عايز ده أصلا، ولكن تدريجيا وواحدة واحدة حاول تقلل تركيزك معاهم وتركز على نفسك والحاجات اللي انت بتعملها في يومك. أحيانا بيكون في فكرة مستمرة معانا ومش عارفين نتخلص منها،
زي فكرة ان الناس بتتكلم عليا ومركزة معايا دلوقتي، فالفكرة دي مسببة لي توتر شديد. طيب دلوقتي انا لما اعاند معاها بلطف واقول لها انا بسمح لك انك تعملي كل ده، يعني بسمح ان الناس تتكلم عليا وتقول اللي هي عايزة تقوله، ايه اللي هيحصل؟ ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ وساعتها هتحس ان انت مرتاح لان كان جواك رفض للفكرة نفسها، فانت لما تقبلتها لقيت ان الموضوع عادي، وايه يعني لما يتكلموا، وايه يعني لما يقولوا، وايه يعني لما يبصوا، وهكذا. مهم تراقب نفسك. سهل وانت في موقف موتر يكون نفسك مش منتظم أو مكتوم، لكن كل ما قدرت تتنفس صح كل ما اديت لنفسك مساحة للهدوء والتقليل من درجة التوتر عليك. طبيعي ان اي حد مننا ما يحبش ان هو يتحط في مواقف فيها قلق او خوف، بس لما بنتعرض او بنواجه المخاوف دي بيكون ليها قوة اقل فاقل على مشاعرنا، وبالتالي بنتطور. طب يا ترى في عادة تخلي الموضوع سهل في التجاوز شوية؟ لو عرفت تهزر مع دماغك في المواقف الاجتماعية خصوصا بعد ما تحصل، يبقى انت كده على الطريق الصح، لان لو الغلطة بفورة الموضوع هيزيد وهيطول معاك. خطوة مهمة ان انا اعرف افكاري السلبية من غير ما احكم عليها، وبالتالي ما اقولش لنفسي كلام من نوعية ايه اللي انا بفكر فيه ده، او ايه القرف اللي انا عايش فيه ده. احيانا ممكن نقول كلام سلبي لنفسنا من غير ما ناخد بالنا. الحل هنا اننا نتقبل الافكار دي ونعرف انها جايبالنا رسالة محتاجين نفهمها. الاحتكاك بالناس خطوة مهمة جدا عشان اتغلب عليه. طيب دلوقتي من اسمه قلق اجتماعي، يعني مرتبط بالناس. كل ما بتعامل معاهم كل ما بكتشف في نفسي حاجات اكتر تساعدني ان انا اتغلب على اي مشكلة بواجهها. طيب دلوقتي انا ممكن اقعد في البيت واقول ان انا ممكن اشتغل على نفسي وعلى افكاري، ووقت ما اجي انزل ان شاء الله هتعامل بشكل كويس، ولكن ده مش حل فعال. اهم حاجة يكون في استمرار في ان انا من وقت للتاني بحتك بالناس وبتعامل معاهم عشان الموضوع يبقى اسهل وابسط. في معلومة مغلوطة شوية ان اسعار الدكاترة غالية جدا، وان الناس فاهمة انها هتروح للدكتور بشكل يومي. الفكرة انها بتختلف من حالة للتانية، في حالة ممكن يشوفها مرة في الشهر، وفي حالة ممكن يشوفها كل اسبوع. الاسعار ممكن تبدأ من 200 لحد 600. الدكتور النفسي لا يختلف عن اي دكتور رحت له قبل كده. احنا بنروح لدكتور لما بتكون الامور خرجت عن سيطرتنا او احنا فعلا محتاجين مساعدة. بعرف من خلال الدكتور انا تشخيصي ايه وانا واصلة لفين في الحالة بتاعتي، ولما بتشرح له حالتك انت في نفس الوقت بتقول له ايه الحل، ولكن هو بيعيد صياغة كلامك بطرق عملية عشان تمشي عليها خطوات وتحس بتحسن. مش كل الحالات بتحتاج أدوية، ولا ينفع إن احنا نعتمد على الأدوية بشكل أساسي، لأن الأدوية هي عامل مساعد فقط عشان تتجاوز المرحلة اللي انت عليها بسلام. كل ما عرفت نفسك أكتر هتعرف إمتى تحب تتواصل ومع مين، هتعرف إمتى قعدة البيت تبقى حلوة ومفيدة، وإمتى تضرك وتضعفك. طب يا ترى ايه اللي بيخلي الناس احيانا تطول في موضوع القلق الاجتماعي؟ هو ان الشخص بيتحمس للخطوات بتاعة العلاج اللي هو سمعها وبيحاول ينفذها كلها مرة واحدة او اكتر من خطوة، فده بيخليه يتشتت او الامور تمشي بشكل عشوائي وما يعرفش يستفاد منها. اما الحل الاسلم ان انا استخدم خطوة واحدة وافضل عليها اسبوع 2-3 لحد ما اعرف اعملها كويس جدا، وابدأ ادخل عليها خطوة جديدة. خليك متأكد ان ربنا اداك القدرات الكافية اللي تقدر بيها تتغلب على اي حاجة بتواجهها. في اللي اكتشفها وقدر ياخد خطوات، وفي اللي لسه. دور جواك وركز على مميزاتك، وحب نفسك وخليك حنين عليها، لان دي اهم خطوة ممكن تعملها عشانك. وبكده نكون خلصنا. واخيرا ما تحرموش الناس منكم، ولا تحرموا نفسكم منهم. انتوا تستحقوا تتحبوا وتتعرفوا وتتقبلوا زي ما انتوا. هتلاقوا تحت الفيديو أسئلة مهمة بخصوص موضوعنا النهاردة إن شاء الله تفيدكم.